بعد ما دوزتي التجربه واستفدتي من الدروس اللي عطاتك التجربه، زيد عليهم الخبره اللي اكتسبتيها وما كنتيش غادي تكتسبها لو لم انك توقع في هذاك الحدث اللي وقعتي فيه وهو اللي فيق. حاليا خاصك تنوض وتبدا من جديد، ما تبقاش تبكي وما تبقاش تشكي، خاصك تتحرك. وانت راك ما مسؤولش على النتائج، انت خاص ديما القلب ديالك يبقى صافي ونيتك تبقى مزيانه مع الله سبحانه وتعالى، وخاصك تبذل مجهود وربي غادي يوفقك. وليس للانسان الا ما سعى، انت مسؤول على السعي والنتيجه راه بيد الله سبحانه وتعالى. وبمجرد انك تتسعى هنا كتكون تدير واحد النقطه اللي مهمه، هي التوكل، انك توكلتي على الله، والله سبحانه وتعالى اذا توكلتي عليه غادي يحبك، ان الله يحب المتوكلين. واذا حبك الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ان الله اذا احب عبدا قال لجبرائيل انني احب فلان فاحببه، وجبرائيل يقول لملائكه السماوات ان الله يحب فلان فاحبه، فيوضع له القبول في الارض. واذا توضع عليك القبول في الارض الامور ديالك كتيسر كلها، وبالتالي انت ما عليك الا تبدا من جديد، تنوض، توقف، توكل على الله وانتظر القبول من عند الله، لان الله الا توكلتي على الله ربي غادي يحبك وغادي يعطيك القبول.